يا صباح الورد والفل والياسمين، راجعين النهارده بقى لتكمله سلسله الحلويات البارده بتاعتنا. الجو بحر، عاوزين حاجه بارده بقى، وفي نفس الوقت عندنا بسكوت كتير عاوزين نستغله. الوصفه بتاعتنا النهارده كيكه الحليب البارده، كيكه بارده بسيطه سهله، تحسوا ان هي نسخه اقتصاديه جدا من التيراميسو، بس بقى بمكونات كلها من البيت. هنستخدم فيها حاجات بسيطه، وهنقول كمان على كل البدائل بتاعتنا في الفيديو. دي بقى وصفه من غير فرن ولا حاجه، بتعمل كلها على البارد كده. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج اول حاجه كوبايه ونص من الميه المغليه، يعني ميه عادي غليتها كده في الكنكه صغيره دي، ونحط عليها معلقتين كبار من النسكافيه او اي قهوه سريعه الذوبان او قهوه الاسبريسو، اي حاجه. للكوبايه ونص من الميه هنحط معلقتين كبار مليانين من القهوه. نسيبها علشان خاطر تبرد تماما، نحطها على جنب كده في طبق ونسيبها تبرد خالص. لطبقة الكريمة بتاعتنا بقى هنحتاج لتر من الحليب، واللتر هو 4 كوبايات. كوباية من الدقيق، دقيق عادي جدا متعدد الاستعمالات. وهنحتاج كمان نص كوباية من السكر. السكر على فكرة نسبي، ممكن يقل او يزيد، بس هي الوصفة دي المفروض السكر فيها يكون خفيف شوية. هنقلب بس كده الاول على البارد لحد لما الدقيق يدوب خالص ويفك. وبعد كده نرفعها على نار ونستمر في التقليب على نار اقل من المتوسطة بشوية عشان ما تلسعش من تحت، بس نفضل نقلب ما نسيبهاش خالص. لحد لما تبتدي تتقل معانا. طبعا علشان احنا حاطين دقيق، وطبعا انا عارفه ان في ناس كتير بتتضايق من طعم الدقيق وتحسي بيه، فاحنا هنسيب الوصفه دي علشان خاطر تغلي على نار هاديه لفتره محترمه، يعني تقريبا 3 دقايق 4 دقايق تغلي وتبقبق زي ما انتم شايفين كده، بس النار تكون هاديه عشان ما تلسعش من تحت. وده اللي هيخلي الدقيق يستوي تماما، مش هيبقى فيه اي طعم. بعد كده نحط عليها 5 مكعبات من الجبنه الكريمي، ممكن اقل من كده، يعني احنا هنخلي ليها نكهة الجبنة فتبقى مدية على طعم تراميسو شوية، بس طبعا اقتصادية لحد كبير. لو ما فيش جبنة كريمي عادي ممكن تستغنوا عنها، ما فيش اي مشكلة، هي بتدي طبعا اضافة وغنى للنكهة كده. بالنسبة للجبنة الكريمي علشان خاطر تفك وتدوب، يا اما تدفوها شوية في الميكروويف وتهرسوها بالشوكة بعد كده تحطوها على الخليط، يا اما تدولها ضربة بالهاند بلندر او في الخلاط كده علشان الجبنة الكريمي تدوب خالص في الخليط، مبقاش فيها اي كتل، لانها محتاجه انها تتضرب جامد جدا علشان تفك يعني وتدوب مع المكونات. وده القوام اللي احنا عاوزينه. بصوا شايفين قوامه كريمي ازاي. حط بقى معلقه كبيره من الفانيليا، دي طبعا للنكهه. انا بحاول ان انا بس اخرج الفقاعات منها، لما ضربتها بالهاند بلندر عملت فقاعات كده من الهواء فتبان انها كتل، بس هي طبعا مفيش فيها اي كتل دلوقتي خالص. وهنحتاج في الوصفه دي اي بسكوت عندنا في البيت، بسكوت شاي عادي جدا، بسكوت ميري، بسكوت اولكر، بسكوت اي حاجه، بتستخدموا بسكوت لوتس، اي حاجه عندكم. انا مستخدمه جراهام كراكرز، يعني بسكوت خفيف كده من بسكوتات الشاي العاديه، ويا دوبك بس اقطعه بغطسه في القهوه، يعني غطسه بسيطه خالص عشان خاطر ما يبشننش، يعني يا دوبك ينزل ويطلع على طول. فاي بسكوت عندكم ينفع. ممكن طبعا بسكوت العيد لو عندكم كميه منه عايزين تتخلصوا منه تعملوا ريسايكلينج، مفيش مشكله خالص، برضو ينفع. ولما الخليط بيهدى، مش وهو سخن مولع، بنحط طبقه على البسكوت. يعني اول واحده دي كانت سخنه شويه، يعني انا اول طبقه دي كانت سخنه شويه معايا، ده مش صح، المفروض ان هي تبقى بارده الى حد ما. بنحط طبقتين بسكوت وطبقه من الكريمه، طبقتين زي ما انتم شايفين، بحط طبقه وطبقه تانية فوقيها من البسكوت، بحط طبقه من الكريمه. بس اهم حاجه تكون هديت شويه وبردت الى حد ما علشان البسكوت ما يبشننش، ما يطرش زياده ويبقى مبشنن بقى عامل زي السريلاك. انا خلصت البسكوت، فكان فاضل عندي لسه طبق كمان، فكان عندي شويه بسكوت ميري حطيتهم. هو زي ما قلت اي بسكوت ينفع، في بسكوت بيتحمل شويه برضو الرطوبه ان هو يتغطس في الميه او في السوائل، في بسكوت ما بيتحملش، يفضل تحطوا بسكوت بيتحمل. حطيت طبقه الكريمه في الاخر، وهنغطيها بورق شفاف علشان بس ما تعملش وش، وهندخلها التلاجة علشان خاطر تبرد وما يبقاش فيها اي سخونه، علشان نحط عليها طبقه كريمه من فوق. على ما نجهز طبقه الكريمه بتاعتنا تكون هي بردت تمام.
هنحتاج باكت من الكريم شانتيه اللي هو 200 جرام. ممكن تستخدموا الكريم شانتيه الخام اللي هو معلهوش سكر خالص، مفيش مشكله. ممكن تستخدموا الويبنج كريم اللي هي كريمه الخفق او كريمه الحلويات. لو هتستخدموا كريم شانتيه خام يبقى كوبايه من الكريم شانتيه، ولو هتستخدموا ويبنج كريم يبقى هنحتاج كوبايتين من الويبنج كريم اللي هي كريمه الخفق او كريمه الحلويات السائله. ومعايا ميه ساقعه متلجه، تكون ساقعه على قد ما تقدروا. بننزل بيها بالتدريج واحده واحده، مفيش معيار قوي، فبضرب وبنزل بالتدريج كده لحد لما الكريمه تمسك معايا. لقيتها مسكت زيادة مثلا زي ما انتم شايفين كده، هي ماسكة كويس، خلاص بزود برضو شوية مية علشان ازود كمية الكريمة، لانه ممكن تمسك تبقى كميات صغيرة قوي، فبتبقى محتاجة شوية سوائل او شوية مية علشان تزيد شوية وتنفش اكتر يعني معانا. وده القوام المطلوب، يبقى قوام متماسك زي ما انتم شايفين كده. الكريم شانتيه على فكرة بيبقى قوامه افضل كتير من كريمة الخفق او كريمة الحلويات، هي بتعذب شوية في الضرب عن الكريم شانتيه. الكريم شانتيه بيمسك نفسه على طول بسهولة جدا، بيكون متماسك، ولكن الاتنين ينفعوا. لو هتستخدموا كريم شانتيه خام او كريمه سايله هتحطوا عليها شويه سكر زي معلقتين كبار كده من السكر البودره علشان يبقى فيها تسكيره بس على الخفيف. وفردت بقى طبقه الكريمه وظبطتها وسويتها كده، وهندخلها بقى التلاجة. المره دي تمسك نفسها تمام، يعني ساعه ساعتين 3 على حسب قوه التلاجة بتاعتكم، يعني بتسقع بسرعه ولا لا. تاخدها تقريبا يعني ساعتين. ومن فوق بقى بنزينها برشة من الكاكاو البودرة، كاكاو خام أو كاكاو بسكر على حسب ذوقكم ورغبتكم. ما بتحبوش الكاكاو من فوق بيضايقكم بتحسوا إنه ممرر، حطوا صوص شوكولاتة، يعني زي ما انتوا عاوزين. وبس كده. شايفين بقى عاملة ازاي؟ طبعا يعني مش عايزة اقول لكم طعمها رائع رائع، وبالنسبة للمكونات البسيطة اللي احنا حاطينها يعني تعتبر رائعة. متأكدة لو جربتوها هتعجبكم قوي. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.